بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. النهارده يا جماعة احنا بنقدم لحضراتكم فيديو جديد. ايه الجديد فيه؟ لان عاملين النهارده جزامة بنظام جديد وبشكل جديد، حاجة محترمة وحاجة فوق الممتاز. طبعا الشكل الجمالي اللي انتم شايفينه ده يا جماعة فيه كام مكان سري؟ فيه 8 اماكن سرية. الحمد لله المرة دي كسرنا ال7 ودخلنا ايه؟ في ال8. زي ما انتم شايفين مكونه من درجين، ضرفه كبيره طبعا معموله للحاجات بقى، المقشات، المكانس، الحاجات ديت. وهنا طبعا الجزامه هنا ارفف كتير طبعا زي ما انتم شايفين، شمال ويمين، تمام. ودرجين وفيها اماكن سريه هنتفرج عليهم ونفرجهم لحضراتكم مكان مكان. بس قبل ما افرجكم على القطعه الجميله دي والقطعه الشياكه دي، اقول لكم يا جماعه ان ديت تقيله وخاماتنا الحمد لله شغل تقيل ومحترم جدا. والمعاينه يا جماعه خير دليل، يعني انت هتشوف بعينيك لو انت جيت خدت مني قطعه هتشوف بعينيك الجوده والمتانه بتاعت الشغل. اتكلمنا كتير، انتوا سريع ونرجع مع بعض تاني افرجكم على ال8 اماكن سريه. يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. زي ما انتم شايفين يا جماعه، نوريكم بقى حاجه بسرعه كده. دي مكونه من 8 اماكن سريه. اول حاجه الكالون بتاعنا الالماني، افتح كده اقفل، حاجه زي الفل. زي ما انتم شايفين نفتح بالشكل ده يا جماعه اول دور واول مكان سري. بنشد كده بالشكل ده ونروح جايين ايه حاطين الدرج هنا كده، تمام. نخش كده جوه يا جماعه بنفس الشكل اللي انتم شايفين معايا. بنخش هنا كده ونروح ضاغطين ضغطه، سامع الضغطه؟ سامع الصوت؟ يفتح كده تلاقي في مكان سري في خلف الدرج بيتقفل ويتفتح تاتش اهو، بيتفتح ويتقفل تاتش زي ما انتم شايفين يا جماعه. شغاله تاتش قدام حضراتكم اهي، حاجه محترمه وحاجه ممتازه. نيجي برضو للدرج اللي بعده بنفس الوضع، بنقفل كده بنفس الشكل ده اهو. نحط الدرج بتاعنا بنفس الشكل ونروح جايين قافلين كده، تمام. نفتح الدرج الثاني برضو نفس الوضع، نفتحه بالشكل ده اهو. نروح جايين فاتحين كده وشادين ونركن الدرج بتاعنا خالص في جنب كده. نبص كده جوه برضه على الحلويات، تلاقي برضه نفس الوضع. تضغط ضغطه افتح تلاقي معاك مكان سري جوه تاني يا جماعه، مخفي ورا الدرج زي ما انتم شايفين. بص هو شغال تاتش، شغال تاتش زي ما انتم شايفين. وطبعا ما بننساش لازم نقفل ايه الدرج بتاعنا بالكالون الالماني بتاعنا اهو. بنركب الدرج بنفس الشكل ده ونروح جايين قافلين كده. خلاص يا باشا الكلام مات وتقفل. طالما قفلت اصلا انسى ان الدرج خلاص يتفتح معاك. خلاص الدرج بقى زي الحديد، مش هيتنقل مكانه. يبقى انا كده وريتك 1 و2 كده 2 مكان سري. فاضل كام بقى؟ تعالى واحده واحده مع بعض. نفتح الضرفه بنفس الشكل ده كده. بص تلاقي كله ارفف قدام. تروح جاي شايل اول رف كده بالشكل ده، نشيل اول رف، ادي تاني رف. نلاقي طبعا الكالون جاي قدام حضراتكم زي ما انتم شايفين. نشيل اخر رف بنفس الشكل ماشي. نلاقي برضو الكالون ظهر قدام حضراتكم. بنعمل ايه؟ بنفس الشكل كده وبنفس الطريقه زي ما انتم شايفين معايا اهو. بنركب المفتاح كده ونروح جايين فاتحين بنفس الشكل كده. تلاقي مكان قدام حضراتكم متقسم كل ارفف من جوه، وطبعا الارفف دي متحركه، وطبعا في اضاءه عشان لو انت مش حابب تيجي النور وانت بتحط حاجتك تاخد راحتك خالص وما فيهاش اي مشكله ولا اي تعقيد. نفتح النور، نقفل النور يطفي، نفتح النور يقيل او زي ما انتم شايفين. حاجه ممتازه وحاجه 10/10. طبعا كده انا اوريكم ثالث مكان سري. نركب النور بتاعتنا زي ما احنا خلعناه بنفس الشكل اهو. ادي رف، ادي الثاني، ادي الثالث. الرف الثالث زي ما انتم شايفين. نعمل كده الغرفه بتاعتنا كلها ركبت والمفصله السوفت كلوز بتاعتنا زي الفل. نفتح الضرفه اللي بعدها نفس الوضع اهو. بنشيل ادي واحد، تمام، ادي اثنين، ادي ثلاثه. نلاقي معاك برضه نفس الوضع والمفتاح بتاعنا الجميل. نحطه كده بالشكل ده ونفتح الضرفه بتاعتنا. تلاقي الليد البروفايل بتاعنا برضه شغال زي ما انتم شايفين. الاضاءه وطبعا الغرف كلها زي ما قلت لكم متحركه، والضرفه بتاعتنا بتقفل وتفتح
بكل سهوله وبكل بساطه زي ما انتم شايفين. نقفل كده بنفس الشكل ونحط المفتاح بتاعنا ونرجع لايه؟ نركب الرف بتاعنا اهو نفس الرف. ادي الرف الثاني. طبعا الرف بيتحط يا جماعه بيداري الكالون نهائيا يعني. تمام يا شباب؟ كده انا وريتكم 4 اماكن سريه زي ما انتم شايفين. عايزين بقى نوريكم برضو المكان ايه اللي مصمم للمكانس والايه؟ والمقشه. طبعا الضرفه دي يا جماعه مصممه مكنسه، مقشه، مساحه، الحاجات بتاع الست هانم طبعا زي ما انتم شايفين. بنخش بنفس الشكل نضغط ضغطه كده نلاقي الوضع اتفتح معاك كام؟ 5 مكان سري زي ما انتم شايفين. انا بفتحه وبقفله تاتش طبعا زي ما انت شايف بكل سهوله وبكل بساطه. بروح جاي عامل ايه؟ عايز اجيب المكان اللي هو رقم 6. بروح جاي فاتح كده تلاقي الدرج بيجيب اخره. عايز افتح رقم 6 بروح اعمل هنا كده اهو تفتح كده تلاقي رقم 6 طلع لحضرتك زي ما انت شايف بالشكل الجمالي والشكل الممتاز اللي انتم شايفينه. طبعا الضرفه بتاعتنا برده شغاله سوفت كلوز، ما عندناش ضرف بترزع ولا الكلام ده. كل الضرف لله الحمد بتفتح وتقفل سوفت كلوز. نقفل الدرج كده ونروح جايين فاتحين بنفس الوضع. نيجي نشيل دي نضغط تاني مش راضيه تفتح اهو. خلاص احنا لغيناه طبعا نهائيا زي ما انتم شايفين. نقفل بقى ضرفتنا كده الدنيا بقت زي الفل وزي التمام. تمام يا جماعه؟ كده انا وريتكم كام مكان سري؟ وريتكم لغايه دلوقتي 6 اماكن سريه. عايز تشوف بقى مني 7 و8 خليك معايا هوريك 7 و8 بس في خلف الجزامه من ورا. تعالوا معانا يلا افرجكم عليها. يلا بينا. تعالوا معايا بقى يا جماعه افرجكم على 7 و8. تعالى معايا زي ما انت شايف. بنيجي هنا بنفس الشكل كده يا شباب. طبعا هنا بنحط كده المسمار ده بنفس الشكل كده في النص عشان نفتح منه اهو. المسمار ده طبعا بيختفي ونشد بنفس الوضع تلاقي الدرج طلع قدامك بالشكل الجمالي الممتاز اللي قدام حضراتكم ده. طبعا الدرج بيفتح وبيتقفل ويفتح. طبعا ده بيتأمن يا جماعه تأمين من النار ومحدش بيعرف يفتحه الا الزبون. وزي ما انتم شايفين كده الدرج مفتوح. انا اوريكم كده رقم كام؟ رقم 7. عايز تشوف رقم 8 تعالى معايا اما نحط المغناطيس واوريكم رقم 8. زي ما انت شايف بنفس الوضع بروح جاي شايل كده الرف بتاع السجاده ده. ما هو طبعا المكان ده برضه لازم نعقد الناس، لازم تفتح هنا عشان تقدر توصل للورا اهو بنفس الشكل كده. وتروح جاي عامل كده وفاتح هنا كده. نلاقي بقى كده نقول لك المغناطيس فين؟ المغناطيس اهو. نخش بنفس الوضع كده يا جماعه نحط المغناطيس هنا اهو. ماشي حطينا المغناطيس. نلف بقى ورا تاني اهو. نفتح بالشكل ده نلاقي برضو مساحه كبيره يا جماعه كانت مخفيه بفكره كالون المغناطيس اللي هو حصري ابو غبا الاساس الراقي. عايزين طبعا نخفي المكان ده تاني. بص هو بيفتح ويطلع بكل سهوله اهو. ماشي عايز اخفيه روح بقى شيل المغناطيس. شيلنا المغناطيس يا شباب. نيجي نشد نلاقي المكان اختفى خالص كأن مفيش اي حاجه. وبعد كده بنقفل ده والمسمار ده بيتربط بيختفي خالص بيبقى لونه ابيض نفس اللون. وطبعا محدش بيعرف حاجه ولا حد بيتوقع اي حاجه في الشغل بتاعنا. نقفل طبعا بنفس الوضع زي ما انتم شايفين اهوت. قفلنا على كل حاجتنا اهي. المغناطيس مش جوه طبعا بنقفل كده. وبعد كده بنحط الغرفه بتاعتنا بنفس الشكل. نحط الغرفه وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص. بص بقى انا قبل ما تقفل كده عايزك تبص على الجمال والحلويات والشياكه. شويه شغل الشياكه. بص التشطيب وبص الفلس وبص الشغل المتناسق مع بعض. بسم الله ما شاء الله رقه ربنا يبارك لاصحابها ان شاء الله. وبكده يا جماعه يكون الفيديو بتاعنا خلص. يا ريت لو عجبكم الشغل لو عجبكم المنتجات اللي احنا بنقدمها ابو غبا لله الحمد. شغله الحمد لله عندنا تصدير بره مصر. عندنا الحمد لله مغطين مصر كلها لله الحمد. اي حد عايز حاجه بيكلمني وببعت له اللي هو عايزه ان شاء الله. وبتاسف جدا لاخواتي وحبايبي اللي بيتواصلوا معانا. ما بقدرش ارد على كل الناس للاسف. لكن الحمد لله شغلنا زي الفل وتمام.
وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص. يا ريت لو عجبك الشغل تدعمني باللايك، اشتراك في القناه وتفعيل الجرس، واحلى شيء من اخواتي وحبايبي. سلام.